السلام عليكم بنات، وش راكم؟ صحة فطوركم وصحة صيامكم وربي يتقبل ان شاء الله. اليوم البنات حبيت نبارطاجي معاكم وصفة ولا غسات نتاع تحلية الكراميل بترانسفير اللي راه داير حالا نتاع رمضان. هنايا كي بارطاجيت معاكم هذه الوصفه شحال من وحده بعثت لي وتسقسيني على هذه لا غوسات سيرتو لمحبي الكراميل. وهنايا قبل ما نبداو بلا فيديو نتاع اليوم، الى عجبتكم ما تنساوش تخلوا لي جيم او كومنتار وتشتركوا في القناه، وما تنساوش تابعوني في الانستغرام حنخليه لكم هنايا. وقبل ما نبداو بلا فيديو نتاع اليوم ما ننساوش الصلاه والسلام على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. في الوصفه نتاع اليوم عندنا زوج كيسان تاع الحليب يكون بارد، نزيد له زوج مغارف كبار فلون تاع الكراميل ونخلط كلش بارد في بارد، ومن بعدها نروح نديرها فوق النار حتى تغلي لي، يعني كيما مولفين نطيبوا الفلون نورمال. نديرها فوق النار حتى تغلي. بعد ما تغلي لي درتها في بول وخليتها حتى تبرد وتحكم روحها. هاي ليكم انا درتها في الكونجلاتور ديريكت باش تحكم روحها ثمثم. بعد ما بردت لي نجي نديرها في ان ريسيبيون، نزيد لها نص كاس بودره نتاع الشونتيي، نزيد لها مغرف كبيره فلون نتاع الكراميل، ونطلع كلش بالباتور حتى تولي لي كرام ولا شكل موس. درتها في ان بوش ونجيب لي فيغي نتاعي، ندير الطبقه الاولى ولا الطبقه اللي من تحت نديرها بهذه لا كريم اللي كنت وجدتها معاكم. بعد ما درت الطبقه الاولى من هذه جبت هنايا الكراميل تاع الفلون ونديرها فوق الطبقه تاع لا كريم كيما راكم تشوفوا، يعني ديروا طبقه لاباس بها باش تبان. وكون ديجا قطعت بانان، انا قطعته دي مرسو صغار، نجي نديرو فوق لا كريم ولا فوق الكراميل اللي كنت درتها طبقة. والطبقة الأخيرة دوك نوجدها معاكم طبقة ثاني سهلة. نجيب لتر نتاع الحليب نديرها في كسرونة، نزيد لها 3 مغارف كبار نتاع السكر، 3 مغارف كبار نتاع المايزينا، و3 مغارف كبار فلون كراميل. نخلط كلش بارد في بارد، ومن بعدها نروح نديرها فوق النار ونبقى نخلط حتى تثقل لي لا كريم نتاعي. وهنا كيما راكم تشوفوا البنات بعد ما درتها فوق النار وثقلت لي لا كريم تاعي، نخليها حتى تبرد شويه، مش تخلوها تبرد مليح بس راح تستحكم لك، يعني تبرد شويه برك باش كي ديريها مش راح يطلع لك البانان تاعك وما تسخنش لا كريم اللي من تحت. جيت درتها في لي فيغين نخليها حتى تبرد وتحكم روحها، ومن بعدها نديرها تبرد في الفريجيدار مده ساعتين حتى تبرد مليح مليح. وبالنسبه للتزيين يبقى دائما اختياري. انا حبيت نوري لكم هذه تاع الترانسفير اللي راهي دايره حاله جديده تاع رمضان، دوك تشوفوها. هاوليكم لي فيغين بعد ما كملتهم شوفوا كيفاش يجوا، ونخليهم حتى يبردوا مليح. هاوليكم تجي طبقه كل طبقه وحدها التحتانيه تجي شكل موس والفوق تجي شكل فلون حاكمه روحها باش نقدروا نلصقوا الترانسفير نتاعنا. بالنسبه ترانسفير تاعنا كاين، شوفوا كاين نوعين البنات، كاين هذا اللي الورقه نتاعو بيضاء وكاين اللي الورقه نتاعو شفاف. انا ننصحكم بالورقه نتاعو شفاف، راح يجيكم احسن واحسن وما يعييكمش كيما هذا عياني شويه باش شغل حكمت لي الكتيبه في الفلون. كيما شتو جيت قطعت كل وحده وحدها ونقسمها على شكل شغل نبدا نقطع فيها. دوك تشوفوا كيفاش نقطعها شغل باش نقدر نديرها في لي فيغين نتاعي ما تجينيش كبيره. شوفوا قبل ما ديروا هذه الورقه في الكاس سيو لي فيغين ولا الفلون تاعكم شمخوها بشويه برك تاع الماء، ومن بعدها باش ديروا الترانسفير ولا الورقه نتاعكم في الفلون ولا في لي فيغين تاعكم. ومن بعدها نجيبوا الماء ندير من الفوق بنفس الطريقه اللي راهي واضحه عندكم البنات. نبدا ندير في الماء من الفوق ونسيي نضغط عليها باش تحكم لي مليح في الفلون ولا في التحليه نتاعي. كيما قلت لكم قبل لا ديروا الورقه في الفلون ولا في التحليه نتاعكم شمخوها طبقه من الفوق بشويه برك التحليه نتاعكم، وحطوا عليها الورقه وعاودوا شمخوها من الفوق باش تحكم لكم مليح. خلوها حتى تنشف من هذاك الماء وما تشمخوهاش ياسر، يعني شويه برك.
خلوه حتى تنشف لكم مليح وتحكم راحة. ومن بعدها نجو باش نحوهم بشوية كيما شفتوا. وانا عيتني باش حكمت لي الكتيبة، يعني نحي ونشوف من الاحسن كيما قلت لكم تشمخوا شوية طبقة تاع تحلية، ديروا ترانسفير تاعكم، تعاودوا ديروا الماء من الفوق باش تحكم لكم مليح وما تفزد لكمش الترانسفير نتاعكم. وهنا البنات بالنسبة للتزيين ولا ترانسفير ديروه يعني في اخر لحظة كي تكونوا راح تقدموا. هنا البنات وصلنا لنهاية الفيديو. الى عجبتكم ما تنسوش تخلوا لي جيم وكومنتار وتشتركوا في القناة، وما تنسوش تابعوني في الانستغرام والجروب تاع الفيسبوك راح نخلي لكم لتحت في صندوق الوصف. وشكرا.